حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة مع بعض هنعمل وصفة بسكوت ينفع سناكس بين الوجبات. البسكوت ده مش بسكوت حلو، لا ده بسكوت مالح، طعم الملح واضح ومميز فيه. وهنضيف للبسكوت بتاعنا مكون أخضر موجود اليومين دول في السوق بكمية كبيرة وسعره رخيص جدا، لدرجة انت مش هتصدق ان المكون ده استخدمناه في عمل البسكوت واداله الشكل المميز الجميل ده. وزي ما قلنا البسكوت ده قد ايه حجمه وشكله مميز جدا، خفيف وهش ومقرمش. اسمعي المكون كمان اللي اضفناه ليه اداله الشكل الجميل والكل بيسأل عليه. طب ما يلا نصلي على الرسول ونشوف عملناه ازاي على طول. ومكونات البسكوت اللي هنعمله النهارده بسيطة جدا. معايا نص كوباية لبن دافي، هنزل عليهم بمعلقة صغيرة مليانة خميرة، ونص معلقة بيكنج صودا اللي هي الكربوناتو. قلبي الخميرة والكربوناتو مع اللبن الدافي، وبعد كده هنزل بربع كوباية زبدة سايحة حوالي 50 جرام. هقلب المكونات دي مع بعض، وبعد كده هنزل بالدقيق. كل اللي محتاجاه ربع كيلو دقيق. متخيلة بالكمية الصغيرة دي هعمل كمية كبيرة من البسكوت المالح النهاردة. لمي بقى الدقيق واللبن والزبدة كله كده مع بعض. العجينة بتاعت البسكوت ده المفروض انها تبقى متماسكة، ما تبقاش طرية لكن ما تبقاش ناشفة قوي. لو انا حسيت انها ناشفة هضيف لها كمان معلقتين 3 لبن على حسب نوع الدقيق بتاعك. وبعد ما لميت العجينة كده مع معلقتين كمان لبن، نزلت بمعلقة كبيرة مليانة سمسم. وبقى جينا للمكون اللي عماله اكلمكم عليه، البصل الاخضر. تصوروا هنحط في البسكوت بتاعنا كميه من البصل الاخضر. بتخلص من الراس البيضه وباخد الفروع الخضراء بقطعها حتت صغيره. حطي بقى نص كوبايه اكتر شويه على حسب ما تحبي، ودخلي البصل بقى ده جوه العجينه. افضلي قلبي واعجني ودخلي البصل ده جوه العجينه كويس جدا لحد ما يبقى هو والعجينه حته واحده بالشكل ده. لقيت بقى ان السمسم مش واضح قوي، رحت مزوده معلقه صغيره مليانه. وحسيت ان الملح طعمه مش واضح، رحت مزوده برضو نص معلقه ملح كمان. ما احنا بنعمل بسكوت مالح يعني طعم الملح لازم يبقى واضح شويه. ابتديت بقى الم العجينه في الطبق وادخل البصل، وكنت خايفه بصراحه ان البصل يلون لي العجينه. لا، ما حصلش اي حاجه في العجينه، والعجن في الطبق ما ريحنيش. رحت واخداها على الرخامه دقيقتين 3 لحد ما العجينه كلها تجانست. حطيتها في الطبق وهغطيها كده بالبلاستيك الغذائي واسيبها حوالي نص ساعه لحد ما ترتاح وتخمر شويه. شايفين جمال العجينه عامله ازاي؟ دي عامله زي الحلاوه اللي بالمكسرات. وبعد ما سيبنا العجينة ارتاحت شوية هنقطعها نصين ونتعامل مع كل نص لوحده. بين ورقتين زبدة هحط العجينة وابتدي من النشابة افردها على قد ما اقدر. لازم يكون سمكها رفيع جدا. اتحركي بقى على ورقة الزبدة شمال ويمين، اقلبيها فوق وتحت. المهم تفردي لي العجينة بين الورقتين دول على ارفع سمك ممكن تقدري عليه. وبعد ما فردت بالشكل ده بشيل الورقة اللي فوق وببتدي اساوي بقى اطراف العجينة. عايزة مستطيل متساوي الاطراف على قد ما اقدر. لو عندك العجلة المشرشرة دي او القطاعة بتاعت الجزر اللي بتدينا الجزر واللفت اللي بتدينا الشكل المشرشر ده ماشي. وابدأي اقسمي العجينة بقى على قد حجم البسكوتة اللي انت عايزاه، اللي هو الحجم الطبيعي اللي احنا نعرفه. اتخلصي بقى من الحتت والزوايد اللي احنا بنشيلها وهنرجع نلمها تاني ونفردها تاني بالشكل ده. كده حصلتي على حجم البسكوتة اللي انت عايزاه. ابدأي بقى سلكي كده المستطيلات البسكوت بالشكل ده، ولازم زي ما قلنا السمك يبقى رفيع. والشكل اللي ما عجبكيش سيبيه واركنيه وهنرجع نفرده تاني. وده النص التاني بتاع العجينة. بصراحة الفرد بين ورقتين الزبدة تعبني جدا، كان بيتحرك والورقة بتتكرمش ولقيت الموضوع مش مجدي قوي. لما جيت بقى اشيل ورقة الزبدة اللي فوق ولقيت العجينة لسه سميكة شوية، قلت افردها بالنشابة. لقيتها بالنشابة مباشرة على العجينة بتتفرد احسن، ولا بتلزق ولا اي حاجة. يعني انا فعلا ما كنتش محتاجة افردها بين ورقتين الزبدة. وبرضو رجعت اسوي الاطراف وابتديت اقطعها على شكل مستطيلات زي ما انا عايزة بالشكل اللي قدامكم الجميل ده. شكل العجينة لوحده يفتح النفس. وبعد ما تسوي الاطراف قطعتها للمستطيلات بالحجم اللي انا عايزاه. قد ايه شكله كده طعم ويتاكل ني والله. شايفين بالعجلة كمان المشرشرة دي بتديني الشرشرة الطبيعية كده اللي بنشوفها في قطع البسكوت. وهبتدي بقى اسلك
واخد المستطيلات دي واحطها في الصاج اللي انا حاطه فيه ورقه زبده ومسحها بمسحه زيت. شايفين سمك العجينه عامل ازاي؟ شايفين؟ والقطعه اللي ما بتعجبنيش هركنها وارجع افردها مره تانية، ولو كده لازقه ببعض برضو اسلكها بالعجله المشرشره او بقطاعه الجزر واللفت اللي هي المشرشره دي بالشكل ده. الله 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 على شكل العجينه اللي بتتاكل حاف دي. وهكذا. وهاخد كل كميه البسكوت وارصها في الصينيه قلنا اللي فيها ورقه زبده ودهناها دهنه زيت بالشكل الجميل ده، وهفضل اكمل كده لحد ما اخلص كل الكميه. بعد ما قطعنا وشكلنا كل قطع البسكوت ورصيناها في الصينيه اللي فيها ورقه زبده ومدهونه دهنه زيت، بشوكه عندك ابدأي خرمي كل قطعه بسكوت 4-5 تخريمات بالشكل ده عشان تديني الشكل المميز لقطعه البسكوت المالح اللي احنا متعودين عليه. فاكرين بسكوت التاك اللي كنا بناكله؟ بس طبعا ده ما كانش فيه اضافه البصل الاخضر اللي احنا عاملينها بالشكل الجميل الطعم ده. وده كده الصينية جاهزة تدخل الفرن على درجة حرارة 170 من 15 ل20 ل25 دقيقة حسب الفرن بتاعك، نار هادية لحد ما ياخد اللون المطلوب. ربنا بقى ألهمني أتخلص من ورق الزبدة ده خالص وأفردها كده على مفرش السيليكون من غير ورق زبدة، وبلنا الشاب على طول لقيته اتفرد بطريقة سهلة وأحسن وبقى بيتقطع بطريقة أسهل وما تعبتنيش زي ورقة الزبدة. يبقى أنا بنصحك بلاش أصلا تفرديه بين ورق زبدة، على طول العجينة على مفرش السيليكون بتاعك قطعي وشكلي، مش هتحسي بصعوبة ولا هتستهلكي كمية ورق زبدة لأنه كان بيتكرمش وبيتقطع وبيطرى منك من العجينة. لا، على مفرش السيليكون أسهل. يبقى انا لو هعيده تاني مش هستخدم ابدا ورق الزبده، منك على المفرش السيليكون كده على طول زي ما انت شايفه. شايفين؟ ولا بيلزق ولا اي حاجه. شوفوا تاني كده، فرشت العجينه على طول على ورقه الزبده وبالنشابه وتقطع معايا بكل سهوله، يبقى مفيش داعي اصلا تفرجيها بين ورق زبده. على المفرش السيليكون بتاعك قطعي وشكلي، وفي الصينيه بتاعتك رصي على طول ودخلي الفرن لحد ما يحمر. وده شكل البسكوت بعد ما طلع من الفرن. هسيبه في الصينية لحد ما يبرد تماما ويكمل قرمشته من حرارة الصاج، ما تجيش جنبه ولا تلمسيه. بعد ما سيبنا حتة البسكوت بردت تماما، تعالوا بقى نمسكها ونتفرج على جمالها وخفتها واللون الجميل اللي حتة البصل ادته لقطعة البسكوت. كل اللي هيشوف حتة البسكوت الجميلة دي هيسألك على المكون الأخضر اللي موجود فيه، قد ايه خفيف، شكله جميل، كمان شكله مميز، وقد ايه مقرمش. شوفي كده زي ما قلنا الحتت الخضراء بتاعت البصل واضحة فيه جدا وطعمه طلع مميز جدا. وده البسكوت بتاعنا بربع كيلو دقيق عملنا اكتر من 25 قطعة بسكوت مالح، سناكس بين الوجبات، حاجة كده تفتح النفس. ما هو مش دايما لازم نعمل بسكوت حلو يعني. ودي كانت وصفتنا النهاردة، اتمنى ان انتوا تجربوها. ولو عجبتكم وصفتنا يا ريت تتابعوني، سبسكرايب وشير ولايك، وتابعوني مع سماسم في المطبخ.